قبل ما العالم يسمع عن كولومبوس ولا عن اكتشاف العالم الجديد، كانت الأمريكتين مليانة حياة، شعوب بتعيش، بتزرع وبتصطاد وبتبني مجتمعات كاملة، لكن من غير ما يعرفوا إن في عالم تاني على الضفة التانية من البحر. القصة دي بدأت من حوالي 15,000 سنة، في زمن كان الكوكب نفسه مختلف تماماً. في الوقت ده كانت الأرض في العصر الجليدي الأخير. الجليد مغطي نص الكوكب، والبحر منخفض عن مستواه الحالي بعشرات الأمتار، وده خلى يظهر ممر طبيعي بيربط بين آسيا وأمريكا الشمالية، ممر ضخم بين سيبيريا وألاسكا. العلماء بيسموه جسر بيرينج. من خلال الممر ده بدأت مجموعات من الصيادين الرحل تمشي ورا الحيوانات اللي بيصطادوها، غزلان، ماموث، وثيران ضخمة اسمها بيسون. رحلات طويلة جدا، ماشيين آلاف الكيلومترات على الجليد والتلج، مش عارفين إنهم كده داخلين على قارة جديدة بالكامل. ومع مرور السنين الجليد بدأ يدوب والممر ده غرق واختفى، لكن المهاجرين كانوا خلاص استقروا وبقوا أول بشر يعيشوا في الأمريكتين. الناس دي بدأت تتأقلم مع الطبيعة حوالينهم. في الشمال كانت الحياة قاسية جدا، البرد والجليد والظلام أغلب السنة، لكنهم عرفوا يعيشوا هناك. صنعوا أدوات من الحجر والعظم ولبسوا جلود الحيوانات عشان يدفوا نفسهم. في أقصى الشمال ولد شعب الإسكيمو، الناس اللي بانوا بيوتهم من التلج وساقوا زلاجاتهم اللي بيجرها الكلاب، وصنعوا قوارب صغيرة من جلد الفقمات يصطادوا بيها في بحر متجمد. أما في مناطق أدفى شوية زي السهول والغابات في أمريكا الشمالية، كانت القبائل بتتنقل ورا قطعان البيسون، بيعيشوا حياة بسيطة لكن فيها نظام واحترام للطبيعة. الخيمة عندهم بيت، النار مركز الحياة، والسماء عندهم مليانة أرواح أجدادهم. لكن في الجنوب الوضع كان مختلف، الطقس أدفى، المطر أكتر، والتربة خصبة. هناك بدأ الإنسان يزرع لأول مرة الذرة والفاصوليا والقرع، وده غير كل حاجة. لما بدأت الزراعة الناس استقرت، بطلوا التنقل وبدأوا يبنوا قرى صغيرة، ومن القرى دي اتولدت أول الحضارات المنظمة في تاريخ الأمريكتين. بدأوا يخزنوا الأكل ويبنوا بيوت من الطين والحجر بدل الخيام. كل قرية فيها قائد وشيوخ وكهنة بيعبدوا آلهة الطبيعة، آلهة المطر والشمس والأرض اللي بتديهم المحصول. ومن هنا بدأ التفكير والفن والموسيقى والنقوش على الجدران، لحد ما ظهرت أول حضارة حقيقية في القارة، حضارة كارال سوبي في بيرو. لكن دي قصة الجزء الجاي. بمرور آلاف السنين القارتين اتملوا شعوب وثقافات مختلفة تماماً. في الشمال قبائل الصيادين والرحل، وفي الوسط قبائل بدأت تبني مدن صغيرة، وفي الجنوب حضارات عظيمة بتعمل معابد ضخمة وبتحسب حركة الكواكب، وحياة مليانة أسرار لسه العلماء بيكتشفوها لحد النهاردة. كل شعب كان ليه طريقته في العيش ولبسه وأكله وحتى في رؤيته للعالم، لكن كلهم كان عندهم حاجة واحدة مشتركة: إيمانهم إنهم جزء من الطبيعة مش سادة عليها، وده سر استمر وجودهم آلاف السنين في توازن مع الأرض. ولما كان كل ده بيحصل بعيد جدا على الضفة التانية من البحر، كانت أوروبا بتستعد لمرحلة جديدة، عصر الكشوف الجغرافية. العالمين كانوا ماشيين في اتجاهين مختلفين، لكن في يوم من الأيام مصيرهم هيتقاطع، ولما يحصل اللقاء ده كل حاجة هتتغير إلى الأبد. تابعونا في الجزء الثاني من السلسلة العالم المنسي، حضارات الأمريكتين قبل كولومبوس، علشان نعرف إزاي القبائل البسيطة دي بنت إمبراطوريات عظيمة زي المايا والأستك والإنكا، إمبراطوريات سبقت زمانها ولسه أسرارها محيرة العلماء لحد النهاردة.